خلينا نروح للمباراه الاجمل في هذا اليوم من وجهه نظري. انا ما اتفرجتش غير على شويه فقط في مباراه اسبانيا والمانيا، يمكن ولكن من اجمل مباريات المونديال ومن اجمل مباريات المونديال الحقيقه، لانه في هذه المباراه بلجيكا والمغرب فاز المغرب واستطاع ان يكسب احترام الجميع. اتفضل يا ايهاب. المنتخب المغربي قدم مباراه قويه جدا، اعتمد على العناصر المهمه عنده اللي معظمهم بيلعبوا في اكبر الانديه الاوروبيه. اكتشاف البطوله الحقيقه حكيم زياش النجم اللي كان اعتزل دوليا في الفتره اللي فاتت مع البوسني وحيد خليلوزيتش، هو قال مش هلعب خالص طول ما الراجل المدرب ده في المنتخب، واعلن اعتزاله. وده يمكن من الاسباب يعني يا كابتن حكيم زياش في المغرب كده حاجه زي محمد صلاح عندنا، نجم كبير جدا ونجم رقم واحد عندهم مع اشرف حكيمي، ما ينفعش اللعيب ده يبقى بره المنتخب. وهو كان بينه وبين المدير الفني السابق مشاكل كتير، خلاص اما استبعد رجع المنتخب ولعب، وبقى النهارده بيقدم، كشف عن نفسه. حتى الصحف الاجنبيه النهارده بعد الماتش على طول كتبت ان حكيم زياش هل نراه تاني من جديد في التشكيله الاساسيه لتشيلسي. الماتش من قمه الجمال، سكاي كتبت وبي بي سي قالوا عمل مباراه رائعه، عمل مباراه رائعه جدا. الهدف الثاني يعني في ظل قتل المباراه زي ما بنقول، منتخب بيبحث عن التعادل، منتخب بلجيكا باسمه بكوكبه نجومه صاحب التصنيف الثاني في الفيفا رايح وبيهاجم وبيبحث عن التعادل، فجاه تروح الكوره مهاره زياش بيقدر يراوغ لاعب والثاني ويخش منطقه الجزاء ويمرر تمريره رائعه جدا لزكريا ابو خلال، ياخدها فريست تايم على طول في المقص بتاع الشمال للحارس. جون من اجمل اهداف البطوله. والهدف الاول طبعا اللي جابه صابري يعني حظ كتير فيه، بس هو لعب الكوره الركله حره شاطها يعني شاطها على طول على المرمى. سفيان بوفال يعني مش فاكر او ولا النصيري كانوا قدام الجون، رومان سايس فخلفوا الجون شويه برضو الجون ما شاف، بس الهدف سليم والهدف احتسب. فالمغرب قدم مباراه كبيره النهارده، اثبت انه منتخب قوي قادر ينافس. ومن البدايه يا كابتن يمكن حضرتك حتى قلت، انا شفت في الحلقات الاولى ان منتخب المغرب من اقوى المنتخبات اللي عندها فرص في المنتخبات العربيه انه يتاهل. افضل المنتخبات وجهه نظري ان هو واحد من افضل المنتخبات العربيه، اقوى سكواد بين المنتخبات العربيه كلها. المجموعه بتاعته تمنحك فرصه. لا وعندهم مدير فني برضه يا محمد جيد طبعا. ركراكي طبعا مدرب كبير، بس عنده عناصر متنوعه وخبرات كبيره جدا. عنده مزراوي بيلعب في بايرن ميونخ، اشرف حكيمي تجربته قبل كده في ريال مدريد وبروسيا دورتموند ودلوقتي باريس سان جيرمان، حكيم زياش في اياكس وبعد كده تشيلسي، رومان سايس بيلعب في وولفرهامبتون، ياسين بونو حتى لو النهارده ما كانش متواجد في المباراه بعد الاصابه بس بيلعب في اشبيليه وما فيش اصابه، هو بيقول ان هو حس ان هو دايخ طلب بس هو هيشارك في المباراه القادمه بشكل طبيعي. الحارس الاحتياطي بتاعه منير كان بيلعب في كاس العالم 2018 وليه كمان تجربه برضه في الليجا في اسبانيا وليه تجربه في تركيا وحاليا دلوقتي في نادي الوحده. فركراكي عنده تنوع في اللاعبين، قادر ان هو يستغلهم بقى يعني انسب شكل وافضل شكل عشان يقدم كره ممتعه من المنتخب المغربي. المغرب مش بتفوز بس، لا المغرب بتقدم كره حلوه، قدرت ان هي تهدد مرمى كورتوا كتير جدا، وكمان سجلت هدف في الدقيقه الثانيه الكره بتاعت حكيم زياش بس احتسبت تسلل. كانت دي تسلل، انا شايف تسلل. هي تسلل فعلا، هو حاجه بالرؤيه عن كورتوا بس. صحيح. المنتخب المغربي بادئ من بدايه المباراه بكعبه عايز يكسب طيب ايه اللي بيحصل في بلجيكا بقى يا ايهاب؟ عواجيز الفرح يا كابتن، انتهى الموضوع. عواجيز الفرح مش شرط، هو يعني حتى التصريحات بعد المباراه ما ينفعش تطلع من نجوم كده، هم خلاص هم سلموا. انا بعد التصريحات اللي بعد المباراه فورتينجن والدرفيلد ويقولوا ان احنا خط الهجوم بتاعنا كبير، سنه كبير، يا لهوي ده بيخبطوا وش على طول في زمايلهم وهم كمان كبار. يعني قالوا انت منتخب ما ينفعش يا كابتن، انت منتخب بقالك 6-7 سنين هي العناصر، هي العناصر بالظبط كلها، مفيش اي تغييرات خالص. انت بتعمل ايه؟ انا اعتقد ان البطوله دي هتبقى نهايه روبرت مارتينيز الاسباني مع منتخب بلجيكا. منتخب بلجيكا محتاج تجديد دماء بسرعه، خلاص يعني انك تعتمد على نفس العناصر. ايدين هازارد ريال مدريد اثبت انه ما بيلعبش، مش بيظلمه او حاجه، خلاص خيال في الملعب، شبح لعيب بلا اي تاثير خالص، ما بيعملش اي حاجه. دي بروين تايه، مش هو ده دي بروين بتاع مانشستر سيتي، حاجه غريبه يعني بعيد خالص عن اللي بيقدمه. الفرقه يا كابتن تحس فرقه مفككه، في حاجه المدير الفني ما ربطش زي ما بنقول كده، ما ظبطش اللعيبه دي كويس. والمغرب استفاد جدا حتى هم في تصريحاتهم من مباراه مصر، مباراه منتخب مصر شافوها مع بلجيكا، لان هو حتى كانت نفس الفكره عند بلجيكا، هم ليه لعبوا مصر؟ قالوا عشان دي نفس طريقه لعب المغرب، فنشوف. فبرضه هو منتخب المغرب استفاد من المباراه دي وشافها، وشاف نقاط الضعف الكتير اللي في منتخب بلجيكا اللي قدر يلعب عليها، واهمها البطء الشديد جدا بتاع قلبين الدفاع الدرفيرد وفورتينخن، الاثنين بطاء جدا. برضو الطرفين ما بيضموش معاهم في التغطيه الدفاعيه، وده بان لنا النهارده في الهدف بتاع حكيم زياش. الفرقه يعني
مش فرقه النهارده، دي فرقه مش مستعده للمونديال، مش مستعده انك تشارك في كاس عالم. لوكاكو طبعا الاصابه بتاعته مأثره معاهم جامد جدا، نازل كده متختخ ويعني تحس يعني ان هو مأثر معاهم ده. يعني مني. المونديال اللي فات يا كابتن كان هو ده زي ما بنقول الشبح الغول اللي قدام، بالكره بتجيله بياخد 2 3 معاه وقطر ويجر الفرقه كلها معاه، فمتاثر جدا في المونديال ده. وفازوا ماتش كندا بالمناسبه، يعني بايلاك برضه يعني في بنالتي بتاع الفونسو ديفيز اللي ضاع، كان ممكن جدا يخلص يغير المباراه لمنتخب كندا، بس قله خبرات منتخب كندا شويه خلت الماتش يروح ناحيه بلجيكا. احصائيه هذه المباراه بلجيكا والمغرب، كلنا سعداء وكلنا مبسوطين وكلنا فرحانين طبعا بالمغرب واللي بيعمله المغرب، لانه بعيدا عن اداء او شكل المنتخب البلجيكي يظل الاداء المغربي رائع في كل شيء الحقيقه، وده طبعا هيبان قدامنا في احصائيه المباراه. صحيح، المنتخب المغربي خلق 7 فرص على المرمى، منهم 2 اون تارجت. المنتخب البلجيكي فرصتين بس ومش اون تارجت، فيعني ده بيقول لك قد ايه المنتخب المغربي كان اجريسيف جدا على المرمى من بدايه المباراه. حتى نسبه الاستحواذ، برغم ان المنتخب البلجيكي يعني نسبه الاستحواذ على عكس سير المباراه، الا ان كلها كانت تمريرات سلبيه، تمريرات ما لهاش اي تاثير. المنتخب البلجيكي نسبه الاستحواذ بتاعته 64%، المنتخب المغربي 36%. حتى عدد الباصز زي ما بنقول ان عدد الباصز بالنسبه للمنتخب بلجيكا كانت كلها سلبيه، كلها في وسط الملعب وفي الجانب الدفاعي ثلث الملعب بتاع بلجيكا 688 باص والمغرب 347 باص. العرضيات منتخب بلجيكا راح 13 والمغرب راح 6، والتسللات 3 قصاد 3. طيب حكيم زياش انا هسيبه لك انت عشان انت شكلك ايه بتحب حكيم زياش، اتفضل قول لي احصائيات حكيم زياش رجل هذه المباراه، يستحق بالفعل لانه زي ما حضرتك قلت ان هو ادى مباراه رائعه على اكمل وجه، وعامل مباراه خلى كل المغاربه الحقيقه يبقوا مبسوطين. حكيم زياش لعب المباراه كلها طبعا 100 دقيقه لعب، صناعه اهداف، صنع الهدف بتاع زكريا ابو خلال. المحاولات على المرمى كان دي محاولتين على المرمى منهم واحده سليمه بين القائمين والعارضه. نعم. التمريرات الصحيحه النهارده عمل 33 تمريره يا كابتن، منهم 25 تمريره صحيحه. هايل، ده متميز جدا طبعا اللاعب بيلعب خصوصا في الجانب الهجومي. المراوغات الصحيحه كان عنده 11 مراوغه منها 6 صحيحه. ده رقم كبير، ده على فكره يعني رقم كبير جدا، رقم كبير جدا. يعني فهو النهارده حكيم زياش مقدم ماتش كبير